الشريف ليه حديث مشهور جميل قوي: لو عندك حاجة مش بتتقضي، أو عندك دعاء مش بيستجاب بسهولة، أو عندك حاجة كده معصلجة في حياتك مش بتمشي، عليك بهذا الدعاء. يحكي لنا عثمان بن حنيف، هو مشهور جدا بالقصة دي كما روى الترمذي بسند صحيح وابن ماجه وأحمد وغيره. سيدنا عثمان بن حنيف بيقول: كنا مرة قاعدين مع سيدنا النبي في المسجد، فدخل علينا رجل أعمى وقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. سيدنا النبي بص له قال: يا أخي، إن شئت دعونا لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: لا يا سيدنا النبي، ادعي لي. عاوز يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين يعيش مع حضرته ويضحي بأنه يشوفه؟ ده احنا في الدنيا اهو وبنتمنى ليل نهار لمحة في المنام عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا يا سيدنا النبي، ادعي لي، أنا عايز أشوفك. ما دعالهوش عليه الصلاة والسلام، بس هيعلمه طريقة في الدعاء عمرها ما هتخيب. قال له: يا أخي، عد إلى بيتك وتوضأ وأحسن الوضوء، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي هذه. وسمي الحاجة بتاعتك، شوف أنت عايز إيه. هو كان عاوز ربنا يرد بصره، أنت عايز ربنا يقضي لك حاجة معينة. في حاجتي هذه، ثم سمي حاجتك لتقضى، اللهم فشفعه فيه. قال له: حاضر يا سيدنا النبي. رجع بيته، اتوضى وصلى وقال الدعاء ده. سيدنا عثمان بن حنيف بيقول: والله ما قمنا من جلستنا حتى دخل علينا مبصرا يشوف، رضي الله تعالى عنه.